ازيكم يا رب تكونوا بخير وصحة سلامة. رجعت لكم بسلسلة جديدة، وسلسلة النهاردة هي سكاي فاكتوري. زي ما انتم شايفين واقفين على شجرة واحدة، يعني بسم الله ما شاء الله هنموت. فيلا بسم الله نبدأ نجمع الخشب ونشوف احنا هنعمل ايه. كسر يا ابني. بس انا نسيت اقول لكم حاجة، المختلف في السلسلة دي عن السلاسل الباقية ان هنا الخشب ما بيجيلكش اوك، انت بيجيلك خشب متحل، بيجيلك كل ما بتكسر الخشب بيجيلك حاجة مختلفة. يعني تكسير الخشب مش بيجيلك خشب، بيجيلك خشب متحلل ومعاه شوية حاجات زي اكل وصيد والكلام ده. فاما نتقدم في السلسلة انتوا هتشوفوا كمية الحاجات اللي هتجيلنا المختلفة. طبعا زي اي لاعب ماينكرافت طبيعي، قبل ما اكبر المنصة هعمل كرافتنج، اعمل لنا ابن كرافتنج كده على طول، وهنحول الخشب ده لسلاب عشان نجمع اكبر كمية، بحيث ان ايه نستغل الخشب عشان احنا لسه في البداية، ويعتبر الخشب مورد ثمين بالنسبة لنا. فايه يلا بينا نكبر المنصة كده عشان نلحق نزرع الحاجات. كبرنا المنصة بحيث ان لو احنا عملنا اي حاجة كرافتنج او حاجة ووقعت مننا ما بيموتش. طبعا كنت بحاول اعمل اللي هو زي سكاي فاكتوري العادية، اللي هو بتجري وتعمل شيفت بيبني بسرعة. فلقيت ان الحوار ده ما عملش اي ثرو، فانا قلت ايه هنبني كذا واحدة بما ان عندنا 6 سابلينج، فايه هنبني اكبر عدد نقدر نعمل بيه اشجار ونعمله. وبعدها هنلاحظ حاجة اما هاجي اكبر المنطقة كمان شوية. يعني بص انا زرعت، يعني مش عارف، كنت قاعد والله محتار هعمل ايه. فانا لقيت ان في، شايفين التشيك بوردر ده؟ فانا ما كنتش فاهم هو ده ايه، فجيت عليت الاعدادات. تعالوا كده نعلي الاعدادات كده نشوف ورا ايه. نطلع من هنا خشينا على الفيديو. انا عايز اعمل التشيك رندر على اعلى حاجة، انا عايز اشوف ايه المكان البعيد ده. بسم الله. اوبا، سكاي فاكتور تحتنا جزيرة ربع دايرة يعتبر. يا لهوي، انا اعتقد ان بقية الحاجات اللي هنلاقيها في سكاي فاكتور هتبقى هناك. فانا متحمس، يعني انا عايز كنت تفضلوا متابعين السلسلة دي يعني لحد الاخر. يعني بسم الله ده هيبقى فيه شوية حاجات. فانا السلسلة دي انا هستمر عليها، وعايز اشوف ايه اللي مخبيها لنا. ارجع بس اقلل التشيك ريندر، ارجع كده اقلله على 13 او 12 زي ما احنا كنا بنستخدمه عموما. يبقى كده خلي المكان ده مخفي. يعني انا حاسس ان السلسله دي انا هحبها قوي، فتابعوها عشان هتلاقوا بجد فيه محتوى جامد. هحلل الخشب بحيث ان اما يجي لي خشب زياده اعمل فيه اكس او كده، ازود اي حاجه. لسه بادئين، ده انا حتى ما عادش معايا الا 3 ديرت. بس الحلو ان انا معايا اكل، فايه دي حاجه هتعوضنا عن الحاجات. اوب، نمت الشجره. يلا بينا نكسر عشان ناخد الخشب اللي فيها. طبعا زي ما انتم شايفين انا جالي قصب سكر، وبيجيلي الاوكايه الواحده بتجيب الاربع خشبات بتاعها، جزر وبطاطس. يا لهوي، انا بجد كنت فاكر ان جات لي سناره اصلا جزر. يا رب حلو، هات الجزر يا جدع، يا جدع هات الجزر يا جدع، ما حدش لاقي. هو حد يطول يلاقي جزر؟ ده انا مستنى الموبس توقعه. انا هنا عايز اشوف حاجه. انا لو قعدت اكسر كل خشب، كل بلوك في هتجيلي، هل هتفضل تتحل ويجيب لي حاجات تانية، ولا هي بلوكة واحدة اللي هي الاوك بس اللي بيجيب لي حاجات تانية؟ فالسؤال ده هيفضل مراودنا لحد نص الحلقة. خلوكم معايا كده عشان ايه تشوفوا الإجابة على السؤال ده، تعرفوا إجابة السؤال ده. اوكي الخشب طلع، فيلا بينا نجمع كمية الخشب المحترمة اللي عندنا. جمعت كمية لا بأس بها من الموارد والأدوات والحاجات دي. فهات لنا كده اسمه ايه الموارد اللي وقعت. هنكسر آخر شجرة عشان بعدها نبدأ تكبير المنصة، ونشوف ايه الحاجات اللي استفدناها من تكسير الأوك، وايه الحاجات اللي لسه هنكتشفها واحنا بنكسر في باقي الخشب وباقي الحاجات. انا كسرت ليفز، بس الليفز لقيته ما بيدينيش حاجه. يعني بص، يعني الليفز بيكسر عادي زيه زي اكنه ما ادانيش حاجه، فدي حاجه عاديه. سيب الخشبايه دي. يلا بينا بقى ايه نعمل سلاب ونكبر الاماكن اكتر. نعمل لنا سلابات كده. يلا بقى رحله تكبير المنصه كمان شويتين كده 3. ايوه بينا يلا. هو كده احنا هنعمل اخر الاطار ده، وكده يبقى حددنا الجزيره اللي احنا هنشتغل عليها. ايه رايكم؟ طبعا اللمع دول رسم الفيليجر بتاعهم، بس لقيته وقع. قلت حاجه مش مهم. المهم يعني زعلت بالله عليه، كنت ممكن ابادل معاه اي حاجه حتى لو الشجر الاوك. فهكمل بقى ايه اني اظبط المنصه. انا بقى هنا اتفاجئت. بص الله، شلت الدرد جالي كابلستون. هنا بقى قلت يلا على طول على طول لازم نعمل بيكاكس. عملت بيكاكس. يلا هات لنا بيكاكس كده. كسر بقى كسر.
شفت الجرافل اللي وقع ده؟ انا بقى جالي من الستون ده فيما بعد لما نكسره هتعرفوا هيجيلي منه ايه، مش هيجي الكلام ده بس. فانا اتضايقت، قلت لو حطيت مكانه خشب فحطيت مكانه اي سلاب، ايه ده برضو ما جاليش. طب نجيب درتاية ونحطها. لا ثواني، إن كانت الدرتاية اللي هناك اللي جنب الكرافتنج هي اللي احنا بدأنا فيها، درتاية تانية. هل كل الدرت هيعمل الكلام ده ولا ايه؟ طب ثواني كده، جالي هقف عليها اكسرها هاخدها. ايه ده؟ ثواني، انا جالي بونميل، جالي بونميل من الستون، واخدين بالكم ان جالي بونميل من الستون. فانا سبت المكان ده، نيجي بقى على المكان ما بدأنا. هعمل بقى، جالي فكرة انه اعمل منصة تحت بحيث الجرافل اللي بيقع ده ما يقعش. فوالله ايه، معرفش، ما لقيتش، قلت اعمل كولدرين اجمع في مية المطر اي حاجة. ايه ما لقيتش ان في جاي معايا اي حاجة. هتلاقوا بقى انا قلت هشيل الدرتاية دي واشيل اول ما طلع الجرافل هحط نص سلابة بحيث ان النظام ما يحسبهاش وما اعملش. فجيت اعملها وهتشوفوا التفكير دلوقتي عمل ايه معايا. فضلت احاول اعمل كولدرين بس لقيته مش في نسخة سكاي بلوك دي، في لحد ما جليل. فلقيت سبايدر، قلت طب كويس نجيب السبايدر، قلت له ناخد منه خيوط العنكبوت بحيث اننا كل 4 نعمل منهم صفاية لحد ما نعمل سرير كامل. يعني طبعا معروف حظي فما جابليش الا اي اوف سبايدر، انا السبايدر وملهاش اي لازمة. فانا قلت ايه بقى، هكمل شغل بحيث ان ايه انمي بقية الحاجات من شجر، من الكلام ده. عايزين موارد، يعني واحد عايز موارد بطريقة مهولة. زرعت هنا شجرة واستنيتهم يكبروا لحد ما يجي الصبح، وبسم الله لقيت ان في موبات بتراستر، ورجعت تاني اعمل حوار الستون برضه معنا. قلت انا هعمل هنا وهشوف هل هيجيلي ولا لا. المهم كسرت ولقيت نفس الحوار. هنا بقى فكرت اني اشتغل بالسلاب، لقيت الكرافتنج تيبل، قلت بس احط السلابايه، هو ده بقى الفكره اللي انا قلت لك عليها، بحيث دلوقتي اي بلوك هتتكسر مش هتنزل تحت. ايوه جمع لي بقى الكابل ستون جرافيل بقى. خدتوا بالكم من الاتشيفمنت اللي اتفتحت لي من ايرون وجولد، انا جاي لي ايرون جولد نيجت وجولد نيجت. فانا كده عرفت ان الديرت بكسره بيديني ستون، الستون بيديني جرافل، الجرافل بديله ساند، وكل حاجه بتجيب لي خواص. يعني انا جالي دلوقتي 2 كابل ستون. فاشتغلت بالحوار ده لحد ما ايه جالي كميه محترمه. لازم زي ما لاحظتوا جالي كتاب، جالي اندر بيرل، جالي باكت اوف واتر، وجالي دايموند. يعني الحياه سهله. انا كده كل اللي انا عايزه في السلسله دي اجمع ديرت، احوله لستون، الستون يتحول معايا لجرافل، احول الجرافل للساند. كده انا اعتبر هجمع كميه محترمه من الادوات. وفي من بعد يعني في الحلقه هتلاقوا حاجات تانية. يعني الاندر بيل ده هيبقى اي اوف اندر، الدايموند هيجيلي زيه، هيجيلي ايمرالد، هيجيلي كمية موارد مهولة. انا هاجي اقعد اجمع شوية موارد وارجع لكم تاني. طبعا ما جمعتش كتير، جمعت تقريبا 3-4 ديزرت ادخل في الكواليس، ولقيت اللي جاني 10 انجوت ايرون انجوت و12 جولدن انجوت. حولتهم للموارد الاساسية وقلت هبدأ اعمل تشيست. ليه بقى اعمل تشيست؟ حول لي بس الاول الجولد. هعمل تشيست عشان احط فيه الحاجات دي، عشان اشوف الحاجات اللي هتجيلي، بحيث اعرف الحاجات هل كل حاجة بكسرها هتجيلي نفس الحاجة ولا لا، ممكن يعني في مرة يتغير. فبدأت اني اعمل تشيست بالطريقة دي. وبعد ما عملنا التشيست هنحطه، خدت بالكم من الكتاب صح؟ الكتاب دي فيما بعد في الحلقة دي هنعمل فيه حاجة خطيرة. يعني من اول حلقة في سكاي فاكتوري عملنا اللي هنعمله بعد مثلا 2-3 في السيرفر العادي. حطيت بقى كل الحاجات اللي بالزازولي والكلام ده، وبرضه ما كنتش ضامن ان لو وقعت ممكن اعيش ولا لا. الزومبي ده كان غدرني بس زعلني والله. نزلته تحت وايه، ربنا ستر. فبدأت احط الديرت بالشكل ده عشان ابدأ اكسره، ومنها برضو ايه حماية ليا. وهتكتشفوا ان الديرت مش لازم احطه في مكانه عشان يتحول لستون. اي ديرت في اي مكان هحطه هيتحول لستون بعد ما اكسره، والستون لجرافل والجرافل لساند زي ما انتوا عارفين، لحد ما نجمع موارد بالهبل. فاختصر عليكم اللحظة دي بدي اجيب لكم الموارد على طول. بسم الله، اتصل لي اخر حبتين، يلا بينا نشوف المواد اللي احنا جمعناها. بوم، 2 اربل ضربين، 2 دايموند، جالي كوارتز، جالي 2 اي اوف اندر، جالي باكت اوف لافا، باكت اوف واتر. يبقى احنا كده معانا ستون، كابل ستون جنريتور. الحوار ده انا مش هحتاج اني اكسر الديرت، فانا كده الديرت هتفضل بي اني اكبر واعمل مزرعه واعمل حاجات.
والاي اوف ان واسمه ايه، والكابل ستون هيتحول على طول لجرافيل والكلام ده عشان الحق اجمع موارد. فانا بعدها بقى بدات اجمع موارد واكبر المنصه واجمع موارد واكبر المنصه واحط كده. معانا في التوتال 3 دايموند، ومعانا كده 5 لابس سازولي و2 اي اوف اندور، وحولت الايرون انجوت وحولت الجولدن انجوت للموارد اللي انا عايزها. ف حلقة أولى مجنونة، 3 أندر بيرل، 3 أي دايموند. ده غير إني عندي 7 جزر و4 بطاطا، دي هنعمل بيهم بعدين مزرعة. جالي بلوكة جراس، والجراس ده فيما بعد يعني حفلة. عملت جالي في حماية واحدة مش عارف جاتلي ازاي من أنهي تكسير بالظبط، بس كل اللي أعرفه إنها خلتني أشمع المكان عشان شوية الوحوش اللي كانت بترسل. زي ما احنا عارفين احنا كده هنشتغل دلوقتي في اسمه ايه على النظريات، اني احاول اعمل موب تراب بحيث انه يبقى عالي وبعيد عني حيوانات الموبات تقدر ترسبن، واخد منهم ادوات واعلي فيهم الاكس بي عشان اعرف اواكب السلسله واطورها بسرعه. عملت اسمه ايه ستون اكس عشان يساعدني ان اجمع الخشب بسرعه، وكان واقف معايا الحوار ده على ايرونية واحده عشان اعمل اكس ايرون. بس الحمد لله قدرت فيما بعد اطور لحد ما كبرت المكان وظبطت كل حاجه. يعني هختصر لكم الكلام ده كله بجد، انا هختصر لكم حوارات كتيره قوي. بعد شويه تكسير لقيت ان معايا 10 ديرت، فانا قلت انا هعمل هنا منصه صغيره اعمل عليها الخشب، وبالمناسبه ممكن برضو رسم لنا حيوانات، بس الحيوانات عايزه جراس، فانا كنت عامل حسابي في بلوك الجراس اللي انا كنت قلت لكم عليها في اول الفيديو. يلا بينا حط الجراس. جيت اكبر الجراس لقيته ما عملش زي العالم العادي. الحوار ده ضايقني، لقيته اكبر السيد وانا ما كنتش محتاجه، فانا رحت حاطط الشتلات وبعدت عن بلوك الجراس شويه بحيث انها ما بوظش المكان. فانا حطيت 2 شتله عشان المكان يقضي. كبر يا ابني عشان نجمع كميه محترمه. الباكت اوف لافا انا بجد كنت عايز استخدمه، بس لسه ما عملتلوش المكان اللي يستاهله. يعني ما ينفعش احطه جنب خشب عشان ما يولعليش في المنصه. فانا في بعد هعمل له خط كابل جامد بالديرت او بالكابل ستون بحيث انه ما يجوش على بعض وتبقى الدنيا لذيذه خالص. طبعا فضلت اجمع موارد واكسر واجمع موارد لحد ما جالي دايموند زياده وجالي اي اوف اندر زياده. فانا قلت هنزل تحت اعمل المنصه دي هتعرفوا هتستفاد زي لاخر الفيديو. يعني خلوكم متابعين يا جدعان، انتوا هتشوفوا بجد عظمه. يعني هنا فكنت خايف، الحمد لله ربنا سترها هناك هتيجي معايا على مرتين، وفي الاخر هلاحظ اني بغرق. يعني بص انا معايا 3 نفس، لو كانوا راحوا انا كنت هبدا اتدمج عشان اموت وعشان الدنيا تخرب خالص. فالحمد لله هتلاقينا باقة الميه. انزل اعمل منصه تحت تبقى كده صغيرونه بحيث انها تفضل المكان فوق، والفكره اللي انا عايز اعملها تبقى وصلت لكم ان شاء الله. بكده يكون انا كملت المنصه. وبس انا هعمل بقى، هعمل درج سلم بحيث اني اطلع وانزل بسهوله بدل ما انا اقعد كل مره انط واخد دمج وانط واخد دمج. فاستخدمنا الكرافتنج من مسافه بوم وايرلس زي عمك لوفي مانكي دي لوفي، وعملت ستايرز عاديه اللي هي بتلزق على الحيطه. يلا شويه ستيكس شويه ليدر، يلا بينا حط 6 1 2 3 4 5 6 اوبا. يبقى انا كده بقى عندي منصه فوق ومنصه تحت. ايه رايكم في التطور اللي احنا حرزناه في اول يوم؟ هعتبر في اول نص ساعه وربع ساعه ليها. خدت الباكت لافا مي وبقى معايا 4 باكت واتر. احنا كده تعرفون ممكن نعمل احنا كده هنعمل انفينيتي واتر عادي، هنعمل 4 ونعمل انفينيتي واتر، بس طبعا بالتدريج. كل حاجه معناها تيجي بالتدريج، مش هنستعجل على حاجه. هحط الاغراض بالشاست. عايز افضل انفنتوري عشان هعمل مرحله تانية من اللي هو الفورمينج بحيث اجمع ادوات كتير. البوتل جلاس بوتل واتر يعني كنتش حابه قوي عشان مش هستفاد منه. فخير سبته معايا عشان لو في ما بعد احتجت ان اعمل بوشنات يبقى انا معايا بوتل جاهز، بدل ما اقعد استنى الساند. الساند دايما بيجيش زي ما انتوا عارفين، بيجي المشتقات اللي بالساند. فانا هجمع وارجع لكم برضه بعد ما اجمع حاجات. نكمل في الفارمينج وعمالين نزرع ونحصد ونزرع اوبا اندربيل اسمه ايميرالد راحت من عيني. ايميرالد يعني كده عايزين نقارن معاه. طبعا جالي انا اوف اندر، حاولت ارميها ما ترميش. هشوف هل ده خطأ في النسخة
ولا ده خطأ من اللعبة من عندي، ولا لازم نوصل للجراس اللي هناك عشان تشتغل؟ الله اعلم. استنوا، الكلام ده كله هنكتشفه في اللي جاي، يعني فيما بعد الكلام ده كله هيكتشف وهنلاقي حاجات ضخمة هتنفعنا قوي. عايزكم تفضلوا متابعين السلسلة من اولها لاخرها وتنبهوني. جيت اكسر هنا السابلينج زي ما انتم شايفين، اكسر واعمل قلت لعل وعسى لو كسرت السابلينج تدري سابلينج تانية زي البروش او الدارك او السابروس. بس زي ما انتم شايفين اني لا جديد، فانا هرجع برضو تاني للفارمينج. انا تعبتكم معايا والله في الفارمينج الحلقه دي، بس عشان اول حلقه فهنحتاج كميه موارد مهوله. وانا شغال في الفارمينج لقيت ان جالي 2 ضيوف بيزوروني، فقلت يلا تعالوا يا عم، مفيش احسن من الزيارات اللي بتيجي متاخر. فانا هنا مت. انا كنت فاكر ان مفيش كيبل فينتوري، بس يعني الحمد لله بالصدفة، يعني لولا صدفة ربنا انا كنتش عارف ان هيبقى في كيبل فينتوري. فدي حاجة حلوة، بحيث ان لو وقعت من عالم مش هيحصل اي حاجة. عمك السكيلتون جنبي، فقلت اجيبه على الحافة بحيث اول ما اضربه ضربة يقوم واخد النوك باك بتاعها ويرجع برا. لقيت عم الزومبي، قلت له تعالى ناخد منك شوية اكس بي زيادة. فلقيت عم الزومبي نزل تحت، الكلام معجبوش، قلت له يلا يا عم نلتقي قريبا. وكملت بقى في القرية بتاعي او المنصة بتاعي الجميلة والفارمنج بتاعي اللذيذ. بعد فترة تجميع محترمة لا تقل عن ربع أو نص ساعة، جمعت شوية الحاجات اللي انتوا شايفينها. جالي 5 أوبسيديان. هل تفكرون فيما أفكر؟ فهنعمل فيه انشانتينج تيب، بس مش دلوقتي طبعا. عملت جبت شوية أسهم عشان الوحوش البعيدة، بحيث إني ما وقعش من العالم. أنا معايا كيب انفنتوري في العالم تلقائي، بس برضو الوقاية خير من العلاج. فبدأت ألقطهم من بعيد كده واحدة واحدة. اللي وقع واللي مات، والسويدر ده الغبي وقع واحد اصلا. فالدنيا كانت لذيذة خالص. وقعتهم كلهم ما عدا اخر واحد مات في ايدي من الضرب. حاجة كويسة. وعايز اقول لكم انه كبرت اسمه ايه الجراس، منطقة الجراس، وكمية محترمة. بعدين حطيت 2 ديرت هنا عشان اكمل تكبير المنطقة بسرعة، بدل ما انا عمال اشتغل عليها شجرتين هنا وشجرتين هناك. فانا قلت اما اشتغل على 2 و2 في الجنب التاني، يبقى انا كده معايا 6 شجرات بشتغل عليهم. انا كده كبرت العمل بمقدار التلت اللي انا عايزه. فبعد المحترم هكمل لكم بقى كمية الاجزاء بقى اللي انا عملتها بعد كده. وكملت التجميع، فعملت 3 ايرون. عارفين ده معناه ايه؟ الاكس الايرون، بكاس الاكس الايرون وصل الاكس الايرون. اوبا، استعدوا الدمار جاي بقى. تطوير ما بعدوش تطوير بقى. قعدت اظبط الانفنتوري وحط اي حاجه زياده ارجعها، اي حاجه كده زياده ارجعها بقى في مكانها بقى، عشان اللي جاي دمار. انا جاي اموت بقى. تحضروا بقى، ده التكسير هيبقى الضعف بقى. طبعا يا شباب، بعد ما كملنا التكسير تعميل المنطقه، جت اللحظه اللي انتم بتنتظروها من اول الفيديو، الانشانتينج تيبل، مكتبة التطوير. وعملت سيف دايموند فيما بعد، يعني هنستخدمه في مقاتلة التنين. فانا كنت جاي اجرب الانشانتينج تيبل من غير اي حاجة، على الابيض كده. طبعا انتوا عارفين المنصة كده اللي انا عملتها تحت كنت عاملها ليه؟ ايوه طبعا لمكتبة التطوير. اوبا، طبعا زي ما انتم شايفين كبرت المكان بقى واسع خالص. وعندي كده منصة تحت للكرافتنج انشانتنج تيبل قصدي. قعدت اكسر خشب الاوك اللي هو متحلل، قلت لربما يجيلي حاجة تانية، ما جابش. انا كده يعني في اول حلقة مبسوط اوي بالتقدم اللي احنا احرزناه. وبكده انا اقدر اقول لكم اننا ختمنا الفيديو. في نهاية الفيديو يا رب تكون عجبكم، استمتعتوا، حبيتوه لايك شير اشتراك في القناة. اشوفكم في فيديو قادم، الى اللقاء. طب ثواني كده، يلا 3 2 وي.